كم مرة تصحى من النوم أول حاجة تعملها تمسك التليفون، تبص على الواتساب، تشوف الإيميلات، تشوف النوتيفيكيشنز اللي جات لك، أو قبل ما تنام تفضل تسكرول تسكرول تسكرول، تتفرج على ريلز أو تتابع حاجات تانية، حتى وأنت قاعد مع أصحابك في أغلب الوقت، رغم إن أنتوا قاعدين مع بعض عشان تتبسطوا، سواء قاعدين مع بعض في البيت ولا أي مكان بره، تلاقي برضو الناس قاعدة ماسكة الموبايل طول الوقت. خلينا ناخدك لنقطة مهمة جدا ما وراء الموضوع ده، وده برضو ارتباط وثيق بالدوبامين. لما نيجي نتكلم في الهرمونات اللي بتتحكم عندي في جزء من العاطفه وجزء من الانبساط بتاعنا، في عندنا هرمونين قصاد بعض. انا مش هتكلم على الهرمونات كلها، هتكلم على الاثنين دول بس. عندنا السيروتونين وده بتاع العقل. السيروتونين ده بتاع ان انا مبسوط بعقل، حاسس ان انا متزن، بفكر باتزان، بفكر وانا الامور بالنسبه لي شايفها بنظره منطقيه. وعندي هرمون تاني ده بتاع الانبساط والصهلله والسعاده وبتاع اللقطه، وده اللي طول الوقت احنا بندور عليه ليه؟ عشان عايزين نحس ان احنا مبسوطين برغم ان انت اكشولي مش مبسوط، وده بيكون الدوبامين. والتعود على الدوبامين بيكون سريع جدا، ومع الوقت بيوصلك لمرحله تشبه مرحله الادمان. بالمناسبه الدوبامين هو ما وراء الادمان بتاع الكوكايين، يعني الكوكايين نفسه الادمان بتاعه جاي بسبب زياده الدوبامين، وغيره حاجات تانية كتير غير الكوكايين بتعتمد على رفع الدوبامين. تعال اقول لك بقى شويه حقائق مهمه بتحصل هنا. لما بتصحى من النوم وتمسك تليفونك اول حاجه، حتى لو انت كنت نايم ومفكر في الاولويات اللي عندك بكره، ومجرد ما وانت لسه في السرير تبص على التليفون وتبدا تسكرول فيه، جزء كبير جدا من الطاقه الايجابيه اللي كانت موجوده عندك لليوم للاسف بتروح، لان بيحصل عندك تشتيت لمخك مع الاحداث الجديده. ممكن رساله واتساب تضايقك، ايميل جاء خلاك تغير اولوياتك برغم ان هو مش بالاهميه. في الوقت نفسه كمان بيدخلك طول الوقت في حاله من المقارنه، وانك عمال تبص اللي حوالين منك ويا ترى انت صح ولا غلط، وده اللي موصلنا حاليا لحاله من الشتات. رقم 2، ده بيوصلك ان انت طول الوقت وانت عمال تبص على تليفونك فقد التركيز في الحاجات اللي حواليك. خليني اسالك سؤال، كم مره عملت تليفونك دونت ديسترب وانت قاعد بتشتغل، او عملته فلايت مود وانت قاعد بتعمل حاجه مهمه؟ اي دونت ثينك. طول الوقت عايز تمسكه وتبص عليه وتشوف ايه اللي جواه وايه اللي جد معاك طول الوقت. الهدف من كلامي النهارده بره خالص حته النيوتريشن وبره خالص الحته الخاصه بالهيلث، انا ببص اللايف ستايل، لان احنا بندمر نفسنا. انت بتحط جهازك العصبي تحت ستريس خفي اسمه ارتفاع الدوبامين المستمر. ابدا واحده واحده، درب نفسك على انك انت اول 15 دقيقه دول من صحيانك من النوم بالذات، قوم خد دش وصلي، واعتبر كأن ال 15 دقيقه دول انت كنت نايمهم. وبعدين بعد ما ترتب اولويات اليوم، ابدا امسك تليفونك وانت بتعمل حاجه مهمه، يا تبعده عنك خالص، يا تحطه في الفلايت مود، او تعمله دونت ديسترب. ومع التمرين ومع الوقت هتحس ان حياتك تاني رجعت احسن من الاول. وافتكر ان صحتك اهم.